جديدة. النهاردة حلقة مش عادية عشان النهاردة عيد ميلاد برنامج قراقيش، والنهاردة معانا كتير من جمهور قراقيش عشان يقولوا معانا ازيكم في قراقيش جديدة. وزي ما اتعودنا بنكمل مع بعض قرقوشة قرقوشة عشان نكمل مجلتنا الفرفوشة. برافو عليكم، استنونا في اولى فقراتنا بس بعد البريك الصغنن قوي ده. اوعوا تروحوا في اي حتة. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة فرفوشة، ومعانا صاحبة من صحاب قراقيش. يلا بينا نسألها ايه رأيها في برنامج قراقيش. انتي نورهان؟ ايوه طبعا احنا نعرفك عشان انتي جيتي معانا كتير قوي من في برنامج قراقيش. ايوه طبعا. قولي لي بقى ايه رايك في برنامج قراقيش؟ انا بحب برنامج قراقيش قوي، واخواتي كمان بيحبوه قوي. كل يوم سبت بنقعد نتفرج عليه. وكمان كان في تغيير في برنامج قراقيش، كان بيجي الساعه 11:30. 12:30 الاول كان 4:30 بعد كده بقى 12:30. في الصيف بقى 12:30 عشان خاطر كلنا كنا بنقعد نتفرج عليه، لكن في المدارس طبعا ما كناش بنلحقه. عشان خاطر يعني هو بيجي 4:30 فانتي يعني بتكوني رجعتي عشان تتفرجي عليه. وكمان مامي وبابي بيقعدوا يتفرجوا معانا عليه. ايه رأي بقى بابي ومامي بيقولوا ايه بقى بابي ومامي؟ بابي بيحبوا فقرة الكرتون يعني معانا، وبيحبوا إلقائك قوي يا زوزو. ميرسي يا حبيبتي. وفي نفس الوقت انا بحب فقرة الكرتون قوي، وبحب الفقرة اللي بتاعت انتي رانيا اللي بتقدم فيها الكرافت. طب قولي لي بقى بتستفادي فعلا من الحاجات دي في المدرسه؟ بنستفاد فيها في المدرسه، وكمان قبل كده عملت كاس برمل او الوان اللي هي بتاعه الطباشير دي. وعملت حاجات تانية كتير. بتعملي الحاجات دي بقى لما تروحي البيت؟ طبعا بعملها كتير قوي، وبتعمل حاجات كتير. بتستفادي من حاجتك بقى ولا بترميها؟ لا بستفاد من حاجتي، يعني مثلا يعني قراقيش علمك حاجه حلوه؟ علمنا حاجات كتير قوي. طيب تحبي تقولي ايه كمان لبرنامج قراقيش؟ احب اقول ان عندي اقتراحات كتير. طب قولي كده وريني. اقتراحين ان هم يزودوا فقرة الكرتون وفقرة الاغاني. فقرة الاغاني والكرتون؟ ماشي اوكي. وايه كمان؟ حاجات كتير قوي يعني ما بتاخدش وقت فيه، بس هو برنامج اطفال حلو قوي، والاطفال كلهم بيحبوه وبيحبوا يتفرجوا عليه. قبل كده ناس كتير قوي مامي قالت لهم ان هم يتفرجوا عليه وعملوا حاجات كتير قوي في بيوتهم عملوها. الاكلات كمان ما جبتليش سيره الاكلات. بتبهدلي المطبخ طبعا، بتبهدلي المطبخ. مامي بقى بتقعد تزعقلي بقى بس. لا بس احنا اتفقنا في قراقيش ان احنا ما نبهدلش المطبخ، ننضف كل حاجه بعد ما نخلص اكل. طبعا صح، ونحب كل الاكلات. لا انا احب كل الاكلات. وانا كمان بس مش قوي يعني. لا نحب كلهم. ماشي نحبهم كلهم يا نورهان، كده هزعل منك. ماشي. انتي سلمى تامر صح؟ سلمى تامر نورتنا قبل كده في قراقيش وغنت اغنيه جميله خالص وصوتها كان حلو قوي، واحنا لسه طبعا جبناها المره دي واحنا لسه فاكرينها. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. ايه رايك بقى يا سلمى في برنامج قراقيش؟ بصراحه هو برنامج متكامل وفيه كل حاجه انا بحبها. فيه كرافت عشان خاطر استفيد من من الحاجات القديمه اللي مبقتش استخدمها خلاص، وكمان في انتي برضو بتعمل فقره الاكل اللي هي قرقوشه. بتعملي اكل بقى ولا بتبهدلي المطبخ بقى؟ لا بعمل اكل وبعمل اكل كويس كمان. شطوره. وكمان بحب فقره الكرتون عشان خاطر بتجيبوا فيها معلومات عن الافلام اللي يعني انا اول ما سمعت معلومات عن فيلم بريف بتاع ميري ده. تلاقيش كمان في مفاجآت كتيره قوي من اول عيد ميلاد قراقيش. ان شاء الله في مفاجآت حلوه قوي الحلقه دي والحلقات اللي بعد كده ان شاء الله تعجبك. وكمان بحب القائك جدا يعني، وما شاء الله انتي اللي صوتك جميل جدا. ميرسي. ان شاء الله تنورينا كذا حلقه في قراقيش بقى وتغني لنا حاجات مختلفه ان شاء الله.
ميرسي. تقولي حاجه تانية لقراقيش؟ والله بقول يعني ان كل سنة وهو طيب وبالتوفيق دايما، ويا رب يبقى في تقدم كده وفقرات جديدة وحلوة. وانتي حلا؟ صح. حلا قبل كده برضو نورتنا في برنامج قراقيش، وكانت في حلقه شريهان. صح. طب قولي لي بقى المره دي ايه رايك في برنامج قراقيش؟ بصراحة هو أحلى برنامج بيجمع ما بين يعني مثلا الكرتون والضحك وكده، وبرضه بنتعلم منه، بنستفاد حاجات. مثلا الكرتون أختي طبعا ما بتسيبهوش، هي صغيره. وطبعا أنا بتعلم من أنتي رانيا الاتيكيت ازاي استفيد من حاجاتي اللي عندي اللي أنا مش راضية استخدمها. تستفادي من كل حاجه. ما ترميش حاجه بقى، خلاص احنا قلنا في قراقيش ما نرميش حاجه. طب سؤال بقى كمان، بتاكلي كل الاكلات ولا حاجات لا يا مامي انا مش بحبها؟ بعد الحلقة على طول بتعلم من أنتي رانيا أكلات جميلة جدا مامي بتعملها لي، والأغاني جميلة، وانتي بتقولي لنا معلومات حلوة قوي بتفيدنا، ممكن تفيدنا في المدرسة، في عموما معلومات عامة لينا. بصراحة برنامج جميل قوي. ايه اكتر بقى حاجه في الكرافت عجبتك وعملتيها اول ما اللي هو الجينز الكفر اللي نحط فيه مثلا اكسسوري عجبتك وعملتيها؟ جميلة قوي. قطعتي البنطلون؟ قطعت، دي احلى فيها. سلام. لا لازم يكون اي جينز عندك يعني ما بتلبسيهوش دلوقتي. ضيق. اكيد. طيب والاكل بقى عملتي ايه في الاكل؟ الاكل في رمضان في الفول. عملتي فول؟ عملت فول. اي مامي انا حضرت السحور. ايوه بدل ما انت مالكيش لازمه تقول لا يا مامي خلاص حضرت هي السحور. عملت الفطار ووقفت وعملت لي اكل كتير بقى، انا عملت لها السحور. شطوره. عزمتها على السحور. وايه كمان رايك في قراقيش؟ عندك اقتراحات تاني لبرنامج قراقيش؟ بصراحه هو متكامل من كل، ما فيهوش حاجه. ممكن تزودوا الكرتون شويه. نزود الكرتون، نعمل 10 كرتونات في الحلقه بقى. ماشي. وانتي نوراي صح؟ نوراي نورتنا في حلقه عيد الحب وقالت انا بحب كل الناس وبجيب دباديب لمامي وكده صح؟ طب قولي لي بقى ايه رايك في برنامج قراقيش؟ بحب برنامج قراقيش، وبحب الحاجات اللي طنط رانيا بتعملها في عيد الام وكل الحلقات، ومره ما لحقتش حلقه بس اتفرجت على نصها. اتفرجتي على نصها؟ طب انتي ايه رايك بقى في برنامج قراقيش؟ يعني مثلا عندك اقتراحات ليه جديده؟ لا. طيب قولي لي ايه اكتر فقره اول ما بتيجي انت بتستنيها بقى عشان انت بتحبيها قوي؟ بحب لما كنت في عيد الام كنت فرحانه قوي، كنت فرحانه اول ما دخلت التلفزيون، كنت فرحانه كتير ان انا هدخل التلفزيون. وانت كمان كنت جميله جدا وانت بسطتينا كلنا وبسطتي كل فريق العمل. اوكي ميرسي يا نوراي. تحبي تقولي حاجه لقراقيش؟ بحب قراقيش وكل سنه وهو طيب قراقيش. برنامج قراقيش هو برنامج أطفال من أجمل برامج تلفزيون اسكندرية المحروسة، وبدأت أولى حلقاته في شهر سبتمبر عام 2013، وقدمته الطفلة المتميزة شهد عبد العزيز، حيث برعت في تقديمه لمدة شهور، ثم أكملت المشوار سندريلا اسكندرية كما يلقبها جمهور اسكندرية، وهي الطفلة إنجي أحمد حلمي، واستطاعت أن تقدم أجمل الحلقات على مدار عام كامل، مما ساعد على زيادة جماهيرية برنامج قراقيش، والفضل للمخرجة الأستاذة شيرين الديدي، والإعداد للأستاذة سحر شاكر وباقي فريق العمل الذين بذلوا أقصى جهد لإسعاد جمهور قراقيش داخل الإسكندرية وخارجها، وأيضا في كثير من بلدان العالم. فبرنامج قراقيش أصدقائه دائمين من الأقطار العربية مثل الفنانة رينا عمار من ليبيا، ومن المملكة العربية السعودية الأطفال آلاء وآية وفاطمة، ومن الجزائر راما وعائشة، وأيضا لها معجبون بالولايات المتحدة الأطفال نانسي أحمد حبيب ومازن أحمد حبيب ومعتز أحمد حبيب. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة فرفوشة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة منقوشة، ومعنا انتي رانيا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. صباح الخير يا انجي. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه عشان قراقيش، وكل سنه وانتم طيبين لكل جمهور قراقيش. انجي طيبه. النهارده هنعمل برواز صغير كده وهنحط فيه صوره النهارده سيربرايز خالص عشان قراقيش. شوف بقى هنعمل ايه. اوكي يلا بينا. نبتدي نقصقص بس البرواز بتاعنا. ايه رايك في لون الفوشيا؟ جميل، انا بحب الفوشيا. بس عشان المقاس. كل سنه وانت طيبه يا انجي. حضرتك طيبه. وحشتيني.
انت عارفه ان انا بقى الحلقة كمان دي فيها مفاجآت حلوة قوي، في فقرة حلوة قوي ان شاء الله تعجب حضرتك. بجد اتفرج على كل الفقرات. انت عارفه ان انا كمان زي الاطفال كده بقعد استنى قراقيش بجد. هو قراقيش للصغيرين والكبار عشان هو في فقرة معلومات وكده يعني. انت جميله وقراقيش جميل. دوريان. وكل الاطفال اللي جم قالوا بقى احنا بنحب فقرة انتي رانيا وبنتعلم منها بجد حاجات بجد كتير. الناس قالت ان هم ميرسي عملوا لكل جمهور الشنطة قراقيش. وعملوا المكرونة. احنا بنحاول بس نريح دايما مامي في البيت ونعلم الاطفال الصغيرين. هي برضو ماميهات مبسوطة. احنا دلوقتي معانا الورق الكانسون ده، قطعنا كده ده الورق على شكل مستطيل تمام عشان نعمله البرواز بتاعنا. بس فرغوا بقى من جوه. هنفرغه دلوقتي، بس احنا عايزين نعمل له بقى قاعده من ورا. دي ورقه عاديه كانسون قطعناها بالشكل ده وهنلفها كده مع بعض تمام. نبتدي بس بالمسدس نوري اصحابنا بس الخطوات. معانا اصحابنا سهله خالص يا انجي. بصي كده تمام. تيجي بقى نلزقها على البرواز من ورا. الاول احنا ممكن نعملها كده وممكن نفرغها عشان كده هتبقى اسهل شويه للاطفال الصغيرين تمام. طب دي هتثبت ازاي؟ مش هينفع تثبت، لازم نثبتها بحاجه من ورا تمام. اصلها ورقه كانسون كده صغنونه كده كويس تمام. عامله ايه في ستيف بقى يا انجي؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه رايك؟ قبل ما نكمل بقى بروازنا لازم نحط فيه اجمل صوره في الدنيا النهارده. الله. ايه رايك؟ دي صوره المخرجه بتاعتنا المعده مدام شيرين ومدام سحر وانجي. نقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين. خلاص بقى الصوره نبتدي بقى نحطها. انا ما لقيتش اغلى عندي من صوره لفريق عمل قراقيش عشان نقول لهم كل سنه وهم طيبين. ثبتها هنا كده الاول. ايه رايك؟ اي انت يا جوجو مش مساعده النهارده؟ لا مساعدة. لا انا جبته. انا سمعت ان انت عملتي ان البرنامج قراقيش عمل فقره جديده جميله اسمها قرقوشه صاحبتي، مش كده؟ ما هي دي المفاجأة اللي انا بقول لحضرتك عليها. انا نفسي اشوفها يا انجي. عروسة بابت. واو. تشيل بقى الزياده. نبتدي نلزقها هنا كده. تمام. بس هي كانت فكره ساعه بس عايز تلزق شويه من ورا، بس لسه الشمع ما لزقش، نستنى عليها شويه. كده اهو كده بالشكل ده. طبعا احنا النهارده عشان عيد ميلاد قراقيش حطينا صوره فريق عمل قراقيش زي بقى اي كلكم عايزين تحطوا صورتكم مامي فاضي زي ما تحبوا. عايزينها حطوها. كل سنه وانتم طيب يا قراقيش. كل سنه وانتم طيبين لكل جمهور اسكندريه وكل جمهور قراقيش في الدنيا كلها. ويا رب ان شاء الله الحلقات الجديده تعجبكم. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقره قرقوشه منقوشه، نشوفكم في فقره تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقره قرقوشه مقصوصه، والنهارده قرقوشه مقصوصه جديده.
عشان خاطر بداية عام جديد لقراقيش، وبناء على طلبات جمهور قراقيش هيكون في أغاني في الفقرة دي. وأول أغنية هنبدأ بيها أغنية أبو الفصاد. 1 2 يلا حالا بالا هنو ابو الفصاد، حيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد، هنو ابو الفصاد. يلا حالا بالا هنو ابو الفصاد، حيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد، هنو ابو الفصاد. أنا الكروان بنادي وبقول للطيور يوم مبروك ونادي عيدك يا عصفور، وبلونك الرمادي تزرع البحور، إن شاء الله بعودة ونيجي في الميعاد أما أبو الفصاد. يلا حالا بالا هنو أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد، هنو أبو الفصاد. أنا الهدود وناجي على حبك أمين، يا أبو عقل ناصح حير ملايين، طول عمرك مقاوح ويا الصيادين، اسمك سهل جدا على بق الأولاد، هنو أبو الفصاد. يلا حالا بالا هنو أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد، هنو أبو الفصاد. وانا مش رايحة غيشك بغبغان كبير، يا مولود بعيشك مطو مع الشعير، من يقدر يهيشك وانت ابن الامير، واحنا لك طاعية حافظين الوداد، يا ابو الفصاد. اسمعوا يا احباب من ابوك الغراب، الواجب علينا نشيله من ايدينا، ونغني ونقول له عصفور الجنينه. اسمع من السنانة عيدك يوم هنانا، فيه الفرح جانا وبنورك اهدى بينا. جينا لك في دارك بنقول لك مبارك، وفي ليلك نهارك تتدلع علينا. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة موهوبة، ومعانا صاحبتين لينا، يلا بينا نتعرف عليهم نسألهم ايه موهبتهم. اساميكوا ايه؟ ماري شاري وماري. انتوا اول مرة تنورونا في برنامج قراقيش صح؟ صح. انتوا مبسوطين بقى ان انتوا جيتوا؟ طب قولوا لي بقى ايه موهبتكم؟ انا بحب الاعمال الفنيه والجبس والعقد. بتعملي اعمال فنيه بايدك يعني؟ وانت يا شاري؟ انا بحب العقد والجبس وبحب ارسم.
اوكي طيب قولوا لي بقى انتوا بداتوا ان انتوا تعملوا، احنا شايفين دلوقتي ان بنعرض دلوقتي حاجاتكم، شايفين حاجات حلوه قوي انتوا عاملينها، بداتوا تعملوا الحاجات الحلوه دي من امتى؟ انا يعني كنت بعملها على قد ما اقدر، كنت وانا صغيره كنت بعمل حاجات كام سنه كده؟ يعني اكيد حد كان بيساعدك وانت صغيره. 6 7. طب دلوقتي حد بيساعدك؟ يعني ناس قليله بس في حاجات، يعني في حاجات الكبيره. الحاجات الكبيره زي مثلا الجبس والحاجات دي؟ يعني ممكن حد يساعدني ان انا اعمل الجبس وانا الونه. وانت يا شاري بداتي من وانت عندك كام سنه؟ من وانا عندي 6 سنين. 6 سنين؟ طيب اوكي قولوا لي بقى هي بتاخد وقت قد ايه ان انتوا تعملوا حاجه مثلا زي العقد والحاجات دي، بتاخد وقت قد ايه؟ انا عن نفسي انا بحب العقد قوي فبعمله بسرعه قوي. تعمليه بسرعه قوي بسرعه كده يعني 5 دقايق؟ مرة عملت عقد كان كبير قوي ابيض لولي واخد مني يعني 10 دقايق كده، بس كان كبير قوي. كان كبير. طب انت بقى لما بتعملي الحاجات دي بتبقي فخورة كده ان انت عاملاها، بتبقي انا عاملة حاجات بقى وكده؟ انا بحب البس حاجة. الميس بتاعتك في المدرسة بتتبسط من الحاجات اللي انت بتعمليها؟ مش دايما باخدها. مش دايما بتاخديها، انت بتحبي تحتفظي بيها لنفسك يعني؟ وانت يا شاري بتحتفظي بيها لنفسك ولا بقى بتوريها للميس واصحابك بقى وكده؟ لا بوريها للميس واصحابي وساعات بحتفظ بيها. طيب الميس بقى لما بتشوف الحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها دي بتقول لكم ايه؟ بتفرح وبتقول لنا برافو وبتساعدنا، مثلا احنا ساعات بتقول لنا ممكن تظبطوا دي، يعني بتساعدنا في موهبتنا. بتساعدكم يعني؟ طيب اوكي ميرسي يا ميري وميرسي يا شاري، واحنا دلوقتي هنعرض حاجاتكم. ميرسي. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة خصخوصة، والنهارده قصتنا عن ويني الدبدوب. مغامرات ويني الدبدوب هو فيلم مرسوم أنتج عام 1977. الشخصيات والأحداث مستوحاة من قصص وكتب المؤلف المشهور ماين. الفيلم يتكون من 3 أفلام قصيرة هي شجرة العسل، اليوم العاصف، وويني ونمور معا. حاز الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم مرسوم وجائزة لأفضل تلحين موسيقي. الشخصيات هي ويني الدبدوب هو بطل الفيلم، وهو دب أصفر سمين وظريف يحب أكل العسل. فجلة هو خنزير صغير لونه وردي وكثير الخوف. نمور هو نمر النطاط لونه برتقالي. أرنوب هو أرنب عصبي وشديد الانفعال لونه أصفر فاتح. ظاظة هو بومة بني اللون، وغيرهم من الشخصيات الكثيرة في المغامرات. ودلوقتي يا أصحابي خلصت فقرة قرقوشة خصخوصة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقره قرقوشه صاحبتي. عشان خاطر عدينا سنه كامله في قراقيش فجايبين لكم المره دي مفاجاه حلوه خالص خالص خالص. طبعا انتوا كلكم عايزين تعرفوا مين قرقوشه مين قرقوشه مين قرقوشه. النهارده بقى جايبين لكم قرقوشه. قرقوشه اطلعي اطلعي يا قرقوشه، اطلعي شوفي اصحابك. اطلعي يا قرقوشه. قرقوشه مكسوفه معلش. الحمد لله سلمي عليا يا قرقوشه. اهلا البلانكو الحلوه اللي انت حطاها دي. هنبتدي في الحسد بقى.
حسد ايه بقى؟ انا هحسدك، بس انت حلوه خالص. ميرسي يا انجي. ميرسي. وشعرك حلو وطويل. امال ايه؟ طيب انت بتحبي قراقيش بقى؟ جدا جدا جدا. ايه اكتر فقره بتحبيها؟ بحب الكرافت قوي. بتحبي الكرافت؟ ده انتي راني. شطوره. بتعملي الحاجات دي بقى في البيت ولا بتبهدلي حاجات لمامي؟ لا بساعد مامي وبعمل كل اللي نفسي فيه. شطوره يا قرقوشه. ايوه لازم اصحابي يساعد مامي على طول. وبتعملي الاكلات برضو اللي بتعملها انتي رانيا؟ مش كلها، مش بتناسب سني بس. شطوره. وايه رايك في فقره الكرتون بقى؟ جميله. في حد ما بيحبش الكرتون يجي؟ لا كلنا بنحبه. طب دلوقتي بقى عشان انت خلاص هتكوني صاحبتنا بقى، هتكوني معانا في كل حلقه. ميرسي خالص. سلمي على جمهورك بقى. هلو. طب يا قرقوشه، انت بتحبي اسكندريه صح؟ جدا جدا جدا. طب ايه رايك بقى المره دي عشان انت بقيتي صاحبتنا نفسحك بقى؟ انا اللي هفسحك النهارده. طب هتوديني فين؟ هوديكي القلعه، تعرفيها؟ رحتها قبل كده، دي جميله خالص. طب هي فين؟ في بحري. عارفه مين اللي بناها؟ القائد قايتباي. برافو يا جوجو، برافو. انت اللي شطوره خالص. ايه عندك كام سنه؟ انا تديني كام سنه؟ 6 سنين. برافو. شفتي انا شاطره ازاي؟ مبسوطه مني؟ اي عشان كده انا هوديكي تتفرجي على القلعه. طيب يلا بينا نروح بقى. يلا بينا. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقره قرقوشه ومعانا انجي رانيا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد ميلاد قراقيش واول سنه جميله علينا في قراقيش، وكل اصحابنا النهارده اللي معانا كل سنه وهم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. احنا معانا النهارده تورته بسيطه كده عشان نعبر عن حبنا لقراقيش، وان شاء الله نكمل بس تزويقها مع بعض. احنا حاولنا كده نعمل حاجه. انتوا جيتوا النهارده؟ ايه رايكم في قراقيش الاول؟ بتتفرجوا على قراقيش ولا لا؟ بجد؟ طبعا انهي فقره اكتر فقره بتعجبكم بقى في الفقرات ايه؟ المواهب. تحبوا فقره المواهب؟ وفقره انسي رانيا. انتوا بتحبوا الاكل اكتر ولا الكرافت؟ بتستفادوا من من اكتر ايه؟ الكرافت بتعملوهم في المدرسه وبترموا الحاجات ولا بتستفادوا بيها؟ وبتاكلوا كل الاكلات؟ ميرسي لكم قوي كلكم نورتونا في قراقيش. في هديه. انا سمعت من انجي ان في هديه جايه لنا مخصوص النهارده من قراقيش. من شاعر مصري اصيل، الشاعر سيد عمر، الحائز على جائزه الدوله التشجيعيه للهواة في ادب الطفل عام 2007. الف لنا اغنيه مخصوص لقراقيش. ايه رايكم بقى نغنيها مع بعض؟ يلا بينا. يلا 1 2 3. يا صحابي دمنا ويعيش برنامج قراقيش. قراقيشنا في سنه حلوه وفاتت والجايه بحلاوتها مفيش. يا صحابي دمنا ويعيش برنامج قراقيش. بتمر الاعياد في ميعاد وادي عيد القراقيش يا بنات، غنوا وهيصوا يلا معايا الليله دي اجمل اعياد. يا صحابي دمنا ويعيش برنامج قراقيش. فقراته شيقه وجميله، قرقوشه دي موهبه العيله، ودي فكره انتي حاجه تانيه، منقوشه بترسم يا حليله. قرقوشه شقيه وفرفوشه، بتغني بتعمل البسبوسه مقصوصه وكمان خصخوصه، ولذيذه بصاحبتي قرقوشه. يا صحابي دمنا ويعيش برنامج قراقيش. ميرسي ليكم وميرسي للشاعر الاستاذ سيد عمر، وكل سنه وانتم طيبين. يلا بينا بقى نطفي شمعة قراقيش مع بعض. يلا بينا. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا قراقيش.
رب دايما نسعدكم ونسعد جمهور قرايش. ميرسي لكل جمهور قرايش. باي باي. للأسف يا صحابي خلصت قرايشنا، استنونا في قرايش تانية، بس اللي عايز يتواصل معانا يشوف كرتون أو يسمع أغنية أو يحتفل بأجمل يوم في حياته هو يوم عيد ميلاده، يبعت صورته واسمه على قناة اسكندرية برنامج قرايش. على فكرة احنا اتبسطنا معاكم قوي، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معانا. باي باي.